إبراهيم فكري عبد الفتاح من الصف الثالث الإعدادي مدرسة التيسير التعليمي الأساسي إدارة 6 أكتوبر، وأنا فخور إن أنا اشتركت في مسابقة اكتشاف التاريخ. أنا واقف دلوقتي أمام قصر الزعفران وسمعت كتير عنه من مامتي. المسابقة دي ادتني فرصة إن أنا أكتشف المكان العظيم ده وأحكي لكم عن حكايته. أنا حصلت على الكتب ديت من داخل قصر الزعفران، ومن هنا هتبدأ حكايته اللي أنتوا هتعرفوها من البحث بتاعي. حكاية قصر الزعفران بالحرم الجامعي في جامعة عين شمس الذي بناها الخديوي إسماعيل ثم أهداه إلى والدته أثناء مرضها. أنا من خلال بحثي في مكتبة كلية الآثار بجامعة عين شمس عثرت على معلومات قصر الزعفران، وعرفت إنه تم بناؤه على أنقاض قصر الحصوة الذي أقامه محمد علي باشا والي مصر، وعرف باسم سرايا الحصوة. وهذه هي صورة محمد علي باشا والي مصر الذي أقام قصر الحصوة بالعباسية. عام 1872 أهدى الخديوي إسماعيل القصري لوالدته المريضة خوشيار هانم لتقيم فيه خلال فترة الاستشفاء من مرض أصابها. قصر الزعفران لم يكن مجرد واحد من القصور الفاخرة التي بنتها أسرة محمد علي في مختلف أنحاء القاهرة، فقد شهد القصر العديد من الأحداث التاريخية الساخنة التي مرت على مصر، مثل دخول الإنجليز إلى البلاد وتوقيع معاهدة 1936 الشهيرة. آلة المنضدة التي تم توقيع تلك المعاهدة عليها موجودة في مكانها بصالون القاعة الرئيسية، وحولها طاقم من الكراسي المذهبة. باب القصر مصنوع من الزجاج المعشق تحفة فنية رائعة الجمال، ويتكون قصر الزعفران من 3 طوابق رئيسية إلى جانب تحت الأرض. يجمع قصر الزعفران من الداخل بين طرازين هما الطراز الكوتي والطراز الباروك، وهما من أهم الطرز المعمارية التي كانت تستعمل في كثير من قصور القرن التاسع عشر. ويضم الطابق الأول مجموعة من الأعمدة ذات الطراز اليوناني الروماني من الرخام الأخضر والأصفر بتيجان مذهبة. ويعد سقف قصر الزعفران تحفة فنية في حد ذاته، وهو عبارة عن زجاج بلوري معشق بالرصاص تم اطلاءه بألوان زاهية تعكس على السلم ألوان السماء. ويتبع القصر الآن جامعة عين شمس، وقد انتقلت إليه إدارة الجامعة منذ سنوات بعيدة، ولكنه لا يزال يحتفظ بطرازه المعماري الذي يتميز بالبساطة في العناصر المعمارية والزخرفية. هؤلاء بعض أبناء الملك عبد العزيز آل سعود مع سفير المملكة المصرية السعودية عام 1938 من داخل سرايا الزعفران. أنا دلوقتي مع طالب من جامعة عين شمس، ممكن أتعرف حضرتك؟ عمرو حسام حضرتك في كلية آداب قسم آثار جامعة عين شمس. ممكن بس أسألك أسئلة؟ الجامعة قصر الزعفران اتبنى في عهد مين؟ قصر الزعفران الأول كان مبني واسمه قصر الحصوة، كان مبني أيام الخديوي إسماعيل، واتغير اسمه لحد ما بقى اسم قصر الزعفران زي ما هو لحد دلوقتي. واشتراه الملك الخديوي إسماعيل عام 1958 أظن، اشتراه ب 2500 جنيه اللي هو يعني مبلغ مش موجود، يعني ما يذكرش دلوقتي. وسمي قصر الزعفران علشان كان حواليه يعني نباتات وعشب من الزعفران كتير. أنا بس بفهم قصر الزعفران عشان كان حواليه زهور زعفران كتير، وكان عليه عشب ونباتات زعفران كتير، عشان كده سمي زعفران. عايز بس أعرف إيه اللي جوه إيه المعاهدة اللي حصلت جوه القصر؟ هو معاهدات كتيرة حصلت لما الخديوي إسماعيل سافر بعثة فرنسا ورجع، يعني كان هو السبب إن هو يعتبر يكمل من بعد محمد علي، عشان اللي عمل القصر أصلا محمد علي، فاللي كمل من بعد الخديوي إسماعيل واشتراه منه، أو اشتراه بمعنى أصح وغير اسمه من قصر دوت خلاه قصر الزعفران، واتأثروا عشان النباتات وكده. حاجات تانية لما رجع الخديوي إسماعيل من بعثة فرنسا عملت في معاهدات كتير أثناء الحرب العالمية، ومعاهدات كتير أثناء الاحتلال مع الإنجليز وفرنسا، ومعاهدات كتير حصلت في القصر ده. ماشي، أنا عايز بس أعرف إيه القصر لما جه اتبنى على أرض فاضية ولا كان تحتيه حاجة؟ لا، الأرض اتبنى على أرض فاضية، محمد علي اللي بناها، ثم يعني اللي كمل بعديه الخديوي إسماعيل، وبعد كده اللي كمل بعد الخديوي إسماعيل الخديوي إبراهيم جه خده وغير اسمه خالص، خلاه جامعة عين شمس.
خلاه جامعه باسم الخليل ابراهيم، وبعد كده غير الاسم من اسم الجامعه للخليل ابراهيم جامعه هشام اسماعيل. أنا دلوقتي معايا شهادة يعني ممكن نتعرف حضرتك؟ اسمي محمد عزت، مدرس مساعد بقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية بمكتب آثار جامعة الشمس. ممكن بقى أسألك حضرتك أسئلة؟ السؤال الأول، ما هو الطراز المعماري الخاص بقصر الزعفران؟ الحقيقة قصر الزعفرانة باعتبار إن هو أنشئ سنة 1870 طبعا خديوي إسماعيل، فهو كان بيمثل مرحلة مهمة جدا في مرحلة تطور الطرز المعمارية للأصول اللي كانت متأثرة بشكل كبير جدا بالأصول والطرز المعماري في أوروبا. فهي بتجمع ما بين تقنيتين أو طرازين معروفين جدا، هما الطراز القوطي والطراز الباروك. الاثنين كانوا بيمثلوا حاجة اسمها الكونسبسيون دو رينيسانس أو المنهجية الأساسية لفترة عصر النهضة في أوروبا. ودي كان ليها عناصر أساسية. أولا كانت بتهتم بشكل كبير جدا بزخارف الواجهات، بتهتم بتكوينات بيسمى بتكوين البوائك أو البائكة، بالإضافة للطراز السلالم الداخلية اللي موجود فيها. وده يمكن اتاخد بشكل كبير جدا إن الديزاينر أو المصمم اللي عمل القصر مهابي بيه كان متأثر جدا بأصول فرسان في فرنسا. وأصول فرسان كانت نواة لنشر علم المتاحف على مستوى العالم، فبالتالي كان متأثر جدا بالطراز المعماري القوطي والباروك اللي موجود فيه. بنلاقي ده طبعا في الطابق الأول اللي هو اللي كان مخصص للاستقبال، بنلاقي ده في القاعة الرئيسية، بنلاقي ده في قاعات الاستقبال. وبنتكلم كمان إن في تقريبا حوالي 49 غرفة موجودة في القصر، فكل واحدة فيها بتمثل جزء منها بيمثل الجوثيك تكنيك، وفي جزء منها بيمثل الكونسبسيون اركيتكتورال الخاص بالطراز الباروك الأوروبي. والاثنين استخدموا عناصرهم الأساسية من الأصول الفرنسية. شكرا. السؤال الثاني، ما هي العناصر المميزة ما هي العناصر المعمارية المميزة؟ لو هنتكلم عن طرز الباروك والطراز القوطي أو الجوثيك، هنلاقي إن من أهم العناصر المعمارية فيه هي النوافذ والواجهات. زي ما قلت لك إنه الواجهات بتكون واخدة أشكال زخرفية متضخمة، ممكن تكون فيها بعض العناصر النباتية والعناصر الحيوانية في بعض الأحيان. هنا كمان بيمثل كمان جزء